يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كن متفائلا، فالحياة جميلة حتى لو فقدت ما فقدت منها، فإن الله عز وجل سيعوضك. يكفي راحة النفس، يكفي طمأنينتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تفاؤلا، وكان ينهى عن الطيرة، وكان يعجبه الفأل. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل وقد عذبه كفار قريش، ضربوه، خنقوه، بصقوا بوجهه، حاربوه، عذبوا أصحابه، حاصروه. خرج من مكة إلى الطائف ورقى الجبال وصعد إلى أهل الطائف، يمشي فترة من الزمن على قدميه الشريفتين حتى وصل إلى أهل الطائف لعل الله أن يهديهم، فردوا عليه رميا بالحجارة وتسفيها وتكذيبا، فرجع وهو مهموم قد سالت قدماه الشريفتان بالدماء، حتى وصل إلى مكان بين الطائف ومكة، فجاءه جبريل يخبره أن ملك الجبال يسلم عليه ويستأذنه: دعني فلأطبق عليهم الأخشبين جبل مكة، ما رأيك يا محمد أن أسقط عليهم جبال مكة فتنهيهم، فتقتلهم، فتهلكهم، حاربوك وعاندوك وكفروا بك، جبل يسقط عليهم وينتهي كل شيء. ماذا قال المتفائل صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. طيب ليش؟ قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذا هم آمنوا عيالهم، إذا عيالهم ما آمنوا أحفادهم. وكم أسلم من كفار قريش بعد هذا، ومن أبنائهم ومن أحفادهم، وصاروا رجالا يخدمون هذا الدين. في توجيه رباني أن إذا أردنا النصر وأردنا النجاح وأردنا التميز لدولنا ومناطقنا وشعبنا، فلنا أسوة بالأنبياء، فقد تعرضوا لأزمات وتعرضوا لمشاكل، ولكنهم نجحوا بعد تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. اجعل الناس يتفاءلون، اجعل الناس يثقون بربهم أكثر وأكثر. لا تكن محبطا ومحبطا لغيرك، بل كن متفائلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى، وإذا قال النبي قال الله، يعني حديث قدسي، حديث نبوي من النبي مباشرة، حديث قدسي أي يقول النبي قال الله تعالى، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. واسمع لهذه الكلمات الجميلة: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى: فليظن عبدي بي خيرا، أي إذا أحسنت الظن بربك أعطاك حسن الظن هذا. إذا ظننت أن الله عز وجل سيرزقك، بإذن الله سيرزقك، ابذل السبب بس. وإذا ظننت أن الله عز وجل سيعافيك، سيعافيك الله عز وجل، لكن ابذل الأسباب بس، وثق بالله جل وعلا. وإذا ظننت أن الله عز وجل سيوفقك، إذا كان هذا الظن صادقا: أنا عند ظن عبدي بي. إذا ظننت أن الله عز وجل سيدخلك الجنة، فاعمل لهذا الظن، ثم أحسن الظن بالله عز وجل، وثق بالله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا كثيرا ما يبشر أهل الإيمان: وبشر المؤمنين. في الآية الأخرى: وبشر المحسنين.
حتى الملائكة تبشر أهل الإيمان قبل الموت، تبشرهم ليظنوا بربهم خيرا عشان يتفائلون، تبشرهم مع أنهم ما ماتوا. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. عشان يتفاءل الإنسان لما تأتي إنسان قبل موته اجعله يتفاءل. جاء في بعض الأحاديث أن الأشعريين أهل اليمن عندما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى وأبي مالك وأبي عامر، لما قدموا أناخوا في مطاياهم حول المدينة مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجوع قد أثقلهم وأطاح بهم، فقال بعضهم لبعض ابعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبونه طعاما، فاختاروا رجلا منهم وقالوا له اذهب إلى رسول الله وأتينا منه بطعام. فذهب الرجل، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل النبي عليه السلام يقرأ في بيت هذه الآية: وما من دابة إلا على الله رزقها. فقال: والله ما الأشعريون بأهون الدواب على الله. فهم العموم أن كل دابة على الله، فقال: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، ثم رجع ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أقبل على أصحابه قال: أبشروا بوعد الله كفيتم. فظن أصحابه أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمره، فما هو إلا قليل حتى جاءهم رجلان بقصعة من ثريد مملوءة جدا فأعطوهم إياها فأكلوا، فبقي كثير مما لم يأكلوه، فقالوا نحمله إلى رسول الله ينفع به غيرنا، فأخذوه من لا يعلم أن هذا الرجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله جزيت خيرا ينتفع به غيرنا، فقال إنني لم أبعث إليكم بشيء. فهذا رجل لا يكون ملكا، لكن سخره الله جل وعلا، إما عابر سبيل أو مار أو جار، سخره الله جل وعلا لهؤلاء الناس يأتيهم بطعام الله، ومعلوم أن وعد الله حق. وأعظم ما يمكن أن تدعو الله به بعد أن تسأل الله أن يرزقك الجنة وأن يجيرك من النار هو أن يغفر الله لك ذنوبك. ما حمل على الكاهن شيء أعظم من ذنب يحمله بنو آدم، وهذه الذنوب كتب الله أنها وزر، ولا يمكن أن يذهبها إلا الخلاق العظيم، قادر على أن يغفرها. وإذا بلغنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه علم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخذنا بوصية رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الصديق أبي بكر وقلنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أحيانا يعز المطلوب أو يتسلط المرهوب، هنا يظهر حقيقة التعلق بالله. فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يتحقق، وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يرفع. من الذي يقدم على الدعاء؟ من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك. فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاحه
أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا ما يقرأ في كتب ولا يدرس في كليات ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هذا اليقين رسخ في القلب، أي هذا من الخلق حتى تبالي به، حتى تسأله، حتى تقف عند بابه؟ لا يوجد أحد. إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقينا أن الله وحده على كل شيء قدير، وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء، وعلى أن يتم النعماء، وعلى أن يتفضل عليك. لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه. ألم يكن موسى عليه السلام حبيسا في قصر فرعون، يقول عنه فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لا يكاد يعرف ماذا يقول. هذا في من؟ في نظر فرعون، لكنه عند الله وكان عند الله وجيها. أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم، لكنه وهو يرعى الغنم كان يعرف أن الله وحده واهب النعم. رعاها 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، ولا يعبد غير ربه ولا يسأل أحدا غير الله. فلما أراد الله به فضلا أخرجه الله من الصحراء من رعي الغنم من أرض مدين وساقه إلى أرض مصر على غير موعد عنده، أي عند موسى. ثم جئت على قدر يا موسى عند الله، وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا. وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام قبره عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنه ميت في دار البرزخ، لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث الأثر قال الله عز وجل الأثر القدسي وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض. أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت، وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي تكملة الأثر ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. يا دمع مالك وقفت وسط عيني، ما عاد فيني أبكي اليوم وأنوح، أضحك ورافع بالكرامة جبيني، مدام ظني خير بخالق الروح، أضحك وخفاق السعد مهتويني، أضحك وصدري بالتباشير مشروح.